السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال، وربنا يبعد عنكم الانفلونزا والبرد والكحة وكل ما شابه ذلك يا رب. النهاردة عملت يعني فكرة حلوة في الفيديو بتاعنا. هي فكرة انك تعصجي كمية من اللحمة وتشتغلي بيها كذا اكلة تنفعك في كذا يوم، يعني على الاقل خالص هتنفع معاكي 3 ايام النهاردة. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، ومعايا كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة. يعني بدل ما أجيب ربع ربع وكل مرة أعصج ربع كيلو لحمة وأبدأ الأكلة من أولها خالص، لا أنا هعمل العصاج بتاعي كمية اللحمة كلها، وهبدأ أخد منه وأعمل تشكيلة بقى من الأكلات أو الوصفات. عايزة أقول لكم إن عصاج اللحمة ده حقيقي هو كنز في مطبخك أو كنز في تلاجتك، لأنك ممكن تشتغلي منه أفكار ملهاش نهاية. أول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو إلا ربع من اللحمة، 750 جرام، ومعايا كمان الطاسة بتاعتي حطيت فيها زيت على سمنة. ممكن تكتفي انتي بالدهون اللي موجودة في اللحمة، مش هتقول معاكي لأ. بس أنا يعني قاصدة إني أعمل اللحمة بتاعتي وأحط فيها كمية من الدهون، لأن الأكل يعني تكملة الوصفات أو الصواني أو الطواجن اللي هنعملها مش هضيف لها لا زيت ولا سمنة، حاجات بسيطة قوي قوي قوي، يعني يكاد يكون مفيش غير الحبة اللي أنا حطيتهم مع اللحمة. بدأت إن أنا اديت صدمة للحمة بتاعتي في السخونية الشديدة بتاعت الطاسة، حطيت لها كام ورقة لورا وكام فص حبهان، ومعايا في الكبة بصلتين حلوين، معايا فلفل اصفر واحمر واخضر، ومعايا طماطميتين، وهضرب ده كله، وبعدين ضفت عليهم ملح فلفل اسمر ورشة من السبع بهارات. هنزل بقى بالخضار بتاعي ده كله على اللحمة اللي يدوب غيرت لون. في حاجة كمان ممكن تضيفي هنا في المرحلة دي مع الحاجة اللي في الكبة، جزراية برضو مش هتقولك لا، هتبقى برضو حلوة وجميلة. يبقى احنا كده زودنا الكمية بتاعت اللحمة، اديناها طعم حلو، زودنا القيمة الغذائية بتاعتها لان ده خضار كله فيتامينات. ف يعني مفيش اي مشكلة من الخضار اللي احنا بنزوده. اول حاجة معايا كيلو من البطاطس. البطاطس بتاعتي ما كانتش الصغيرة خالص بتاعت الحشو، ولا الكبيرة قوي بتاعت التحمير، هي كانت وسط. مسكت البطاطس قشرتها وغسلتها وقسمت كل واحدة نصين، بالمعلقة فرغت القلب بتاع البطاطساية كده، وبدأت ان انا احمرها. طبعا قطعت صوابع، اللي انا طلعته قطعته صوابع وحمرته برضو، اكلناه مفيش مشكلة، ما بنفرطش في اي حاجة منه. البطاطس بتاعتي بعد ما حمرتها واديتها تقليبة على الناحيتين، خدت حبة من البصل اللي انا ضرباه مع الخضار في الكبة، وفردتهم في أرضية الصينية ورصيت فوقيهم البطاطس دي يا دوب رشيتها رشة ملح بس، معليهاش أي حاجة تانية. وبدأت إن أنا أحشيها كده باللحمة المعصجة بتاعتنا. يبقى الصينية تحت البطاطس فيها إيه؟ فيها الخلطة بتاعت البصل مع الفلفل مع الطماطم وشوية التوابل. هبدأ بقى إن أنا إيه أعصر طماطم واديها تسبيكة كده، او اديها غلوتين 3 على البوتاجاز. ما ينفعش احط الطماطم على البطاطس وهي نية، يعني الطماطم عصير طماطم بس كده مش متسبك، مش هينفع، البطاطس هتتهري والنتيجة مش هتبقى حلوة خالص. بس الطماطم اللي انا هعملها لها هضيف لها بصل ولا هضيف لها توم، لان انا عندي بالفعل الصينية فيها بصل واللحمة متعصجة وفيها البصل بتاعها. فانا هكتفي بس برشة ملح وفلفل على الطماطم وتتسبك، وهنزل بيها على البطاطس بتاعتي. حطيت كام قرن فلفل كده على الوش. الصينية بتاعتي دي انا دلوقتي مش هحط عليها ولا زيت ولا سمنة، هكتفي زي ما قلنا بشوية الدهون اللي موجودين في اللحمة وبس. الطماطم بتاعتي اهي خدت غلوتين 3، طبعا مش متسبكة يعني ناشفة تماما لا، عشان برضو البطاطس تشرب كده منها وهتكمل تسبيك معاها في الفرن. تمام.
طبعا الفرن سخنة هنحطها، وممكن تديها وش تحت الشواية او لا تكتفي بكده زي ما انت عايزة، بس انا الاول هديها غلوة هنا وبعدين ادخلها الفرن. وده شكلها بعد ما استوت. بصوا اللسوعة الخفيفة دي جميلة من الشواية. شوية رز بالشعرية جنبها وعيش وحبة مخلل او ترشي او اي حاجة من اللي انت عاملاها في البيت، لفت او ايا كان، هتبقى اكلة تحفة. ويوم جميل وسهل وعدى على خير الحمد لله. كل ما يوم يعدي على خير نقول الحمد لله رب العالمين. تاني حاجة معايا هعمل صينية مسقعة. سخنت الجريل بتاعتي كويس قوي قوي، وبعدين حطيت لها معلقتين كده من الزيت. البتنجان معايا بعد ما غسلته وقشرته، رشيت عليه شوية ملح وسبته نزل المية الزيادة بتاعته. دلوقتي على الجريل سخن، ورحت مدياله صدمة على الوشين كده، بحيث ان هو يبقى استوى معايا، بديل اني اقلي بتنجان في زيت كتير وياخد مني طبعا الزيت غالي جدا، فاحنا بنستعيد بقى عن الخطوة دي، وكمان اصح يعني. بس بشرط عشان ما يطلعش معاكي مجلد، انك لازم تحطي برضو معلقتين من الزيت، يعني على التحميرة الاولانية معلقتين، ولما تيجي تقلبي البتنجان على الوش التاني برضو تديله معلقتين. والله بيبقى زبدة، بيبقى طعمه تحفة. مش هتفرقيه اصلا عن اللي مقلي في الزيت. بصوا البتنجانة طالعة معايا طرية ازاي، لا هي ناشفة ولا هي مجلدة. رصيت اول رصة كده في الصينية بتاعتي، وهبدأ اعمل دور تاني. بصوا حطيت اهو شوية من الزيت، شوية خفاف خالص، وحطيت بقية البتنجان برضو ياخد تحميرة كده من على الوش ده او الوش التاني. وبحضر معايا الصلصة بتاعت المسقعة. بصوا شوية زيت قليلين جدا، هشوح فيهم معلقة كده من الثوم المفروم، هنزل عليهم بشوية من الخل اهو، وبعدين الطماطم المعصورة، وهحط لها بقى التوابل بتاعتها. المسقعة بتبقى محتاجة كمان مع الملح والفلفل شوية من الكمون، بيخليها حلوة قوي. هاخد بقى شوية من عصاج اللحمة الجميل بتاعنا ده على البتنجان. وممكن في المرحلة دي تحمري كمان بطاطس، يعني انا احيانا بعملها كده من غير بطاطس، واحيانا بديها شوية كمان، يعني مثلا بطاطسية واحدة كبيرة كده حلوة بقطعها شرايح رقيقة، ولا هي رقيقة قوي زي الشيبسي ولا هي سميكة زي صينية البطاطس، لا وسط ما بين ده وما بين ده. وممكن نكتفي بالبتنجان بس، واللحمة والفلفل وشوية الطماطم، او حطيت ملح وفلفل اسمر وكمون ورشة صغيرة خالص من السبع بهارات. بمجرد ما غليت كده ولونها اتحول بقى للون الطماطم المستوية، عصير الطماطم المستوي، ضفتها على المسقعة بتاعتي. الفرن برضو سخنة، هدخلها على الفرن، وبعدين لما تتكتك كده وتاخد غلوتين 3 وتتشرب من الصلصة الحلوة دي، تفتحي عليها الشواية برضو تاخد وش حلو كده، تحميرة حلوة، تبقى كده المسقعة بتاعتك جاهزة. وشوية الخل اللي حطيناهم فحفحوا الدنيا ويجروا رقنا على الأكل. طبعا بدأت البوتاجاز وهو بدأت الأكل وهو البوتاجاز زي الفل، بس بما إن في طماطم في الموضوع لازم تطرطش وتغرق الدنيا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على تالت أكلة. معايا نص كيلو من الكوسة، غسلته وقطعته كده يعني اديته تشريطة كده الأول بالسكينة المشرشرة، بعدين قطعته بالورب. نزلت بيه يعني مع نقطتين زيت كده على الجريل وهي سخنة جدا، وشوية من البصل اللي احنا ضاربينه في اول اليوم خالص، اللي معاه الفلفل والطماطم، وشوحت ده كله. ضفت كمان معاهم معلقة من التوم او نص معلقة من التوم المفروم، يعني عارفين الفصوص الكبيرة دي، كفاية قوي فص توم من الكبير ده. اديتها صدمة، ما خليتهاش تنزل المية بتاعتها. المية دي نازلة من البصل وشوية الزيت اللي انا حطيته. ممكن تعملي بسمنة برضو براحتك، مفيش مشكلة. كميات الخضار بقى زي ما انت عايزة، انا بقى بكتفي بنص كيلو ده على قد اسرتي. ممكن انت تزودي شوية، مفيش مشكلة، برضو على قد اسرتك. ممكن تقللي برضو زي ما يعني الكمية اللي انتوا متعودين عليها. ضفت عليها اللحمة المعصجة بتاعتي، قلبت ده كله مع بعضه،
وبسيب الفلفل الصحيح علشان اللي مش عاوز سبايسي ما ياخدش، مفيش مشكلة، ما تبقاش الأكلة كلها مشطشطة. ضفت عليه برضو طماطم. الطماطم بتاعتنا في الكوسة واخدة نص تسبيكة من غير بصل ولا توم، لأن الكوسة معاها البصل والتوم بتاعها، وكمان اللحمة معاها البصل بتاعها. حطيتها في الطاجن الأركوبال ده وغطيتها وتحتيها الشياطة وهسيبها تستوي. المسقعة بتاعتنا بقت جاهزة، وده طبعا قلب كراميلا. بصوا بقى المسقعة والبتنجان وجماله، والله وانا بغرفه كده بصوا هيقع من البتاع من كتر ما هو مستوي، يعني ما بيجلدش خالص على الجريل. بصوا بقطعها قدامكم سهل جدا. ودي الكوسة بتاعتنا بعد ما استوت على البوتاجاز، هي بس ناقصها وش تحت الشواية. وده كان أكلنا. ودي أفكار يعني ممكن تسهل علينا عشان أيام الدراسة اللي احنا فيها، الولاد بيجوا من المدرسة جعانين، كمان تسهل عليكي لو انت بتشتغلي. وبألف هنا.